أنا من اليهود المغاربة. انت من يهود المغاربة؟ إيه. لا أريد أسأل سؤال. تريد تسأل سؤال ايه؟ هتسألني في التوراة ولا ايه؟ كنت ثغرة هناك في دينك يا يعني. باشا يا باشا اقرأ لنا طيب اي نص من التوراة كده، اتفضل من حفظك كده. أنا كفر عائشة فقط. انت تكفر عائشة؟ طب امشي يلا يا ابن نرجس، امشي يا ابن نرجس. اهم مش قلت لكم يا اخوانا يهود بيكلمونا، يهود بيكلمونا. لما فتحت موضوع الحمار داخلين يدافعوا عن الحمار لكن ما يهمهمش القرآن، داخلين يدافعوا عن الحمار لكن ما يهمهمش القرآن. يا عم وانا كلمتك تردد بعدهم يا ابني، النبي. افهم سؤالي يا حبيبي، يا حبيبي افهم سؤالي. بعد لذلك انا بقول ان انتوا بغبغانات حافظين مش فاهمين. يا اتهمته عم وقال اسمعني بس، أنه ما انا يقول اتهمت بالذين برضه جاي ينكر. تدافع عن علي. انت مش جاي، والله انت ما جاي تدافع عن النبي، انت جاي تدافع عن علي، اقسم بالله تدافع انت عن جاي تدافع عن النبي علي. أنت. فكيف بايع الكافرين؟ اشلون؟ كيف ترك بيضة الإسلام للكافرين؟ اشلون؟ واشلون كافر يحارب مرتد كافر؟ اشلون؟ حزمة أشلونات، شوال أشلونات. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك سني ولا كيف شيعي؟ الحال شيخ؟ والله أريد أقول لك يهودي. أنت إيه؟ أنا من اليهود المغاربة. أنت من يهود المغاربة؟ إيه. إيه جاي تأسلم عندي هنا ولا إيه؟ لا أريد أسأل سؤال. تريد تسأل سؤال إيه؟ هتسألني في التوراة ولا إيه؟ لا أريد أن أقول أن يعني في دينكم أن ربكم لم يعدل بين أهل بيته ونبيكم لم يعدل بين أهل بيته. طب وانت معلش يعني انت جبت ميزان العدل ده منين؟ لأنه اختار يعني معلش انت أبناؤه جبت فقط لا لا من لا لا، أهل احنا بيته الاول وزوجاته نقعد هناك. القاعده، معلش نقعد القاعده الاول وبعد كده نبقى نتكلم بقى ايه هو مفهوم العدل عندك يعني، بالدليل لو سمحت. يعني مثلا الدليل هو يعني ايه مفهوم عندك زوجتي. العدل في التوراة؟ اتفضل. لا خليني أتكلم لا يا أتم الرحمة باشا يا والدين. باشا، ده انت وقعت عند وليد اسماعيل، ما ينفعش. لازم الاول تقول لي ايه هي مسألة العدل عندكم، يعني كيف نفهم العدل من خلال التوراة؟ اتفضل. لا يعني أنا مو متدين يعني كثيرا يا باشا باليهودية، انت يعني بتتكلم في أنا مفهوم كذا العدل وكذا، يعني الاول، لازم أنا نحط أهلي يهود قاعدة وأنا العدل أتبعهم. الاول، يعني من اين فأنا علمنا في ان ده عدل دينكم ولا مش عدل؟ وجدت ثغرة هناك في دينك يا يعني. باشا يا باشا اقرأ لنا طيب اي نص من التوراة كده، اتفضل من حفظك كده. لا أنا ما أقرأ التوراة يعني في لا حياتي، يا يعني باشا فقط اي أهلي نص كده يا يعني باشا، هم اي نص يهود. من اليهودية من التوراة من اي حتة، اختار لنا اي حاجة كده واقرأها لنا يا باشا. خليني أريد أتكلم كلمة، يا جزاك باشا طب الله. انتوا عندكم كتاب مهم جدا 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 اسمه الكافي، دايما بيعتمد عليه اليهود، ايه رأيك فيه؟ لا أريد أن أقول كلمة. أنتم تقولون يا أن باشا أهل اسمعني بس، بيت يا باشا يا نبيكم باشا اسمعني. هم فقط يا يعني باشا دلوقتي انت يعني فقط. بتتكلم في قضية مهمة جدا الا وهي قضية العدل، يبقى لابد ان احنا نعرف العدل ايه هو عشان بعد كده نازن بميزان العدل. فاتفضل حتى اقرا لنا من هل أنتم الكافي. من قلت دقيقة؟ جزاك الله خيرا. أريد أكمل كلامي. ما انا بقول لك انت بتقول انا يهودي، طب عندكم كتاب مهم جدا اسمه الكافي، اتفضل اقرا منه. والله العظيم لا أفهم ما أقول لك، يعني سبحان الله. خلوني أكمل دقيقة جزاك الله. يا باشا انا معلش ما انت ده دلوقتي جاي تحاورني وتقول لماذا ان النبي تقولون عندكم ليس بعادل، فانا بقول لك لابد ان نعلم ما هو ميزان العدل عندكم ابتداء. زي مثلا واحد لا ملحد يجي يعني يقول لماذا؟ لي، واحد يجي ملحد يقول لي انت عندك النبي عندكم تزوج 12 امرأة، اقول له يعني انت عندك رقم معين كملحد للرجل ان يتزوجهن؟ والله العظيم أريد أقول حاجة، يعني لو سمحت لي أقول كلمتين وخلاص، إذا تريد لا تقطع يا اقطع. باشا ما تقولش الكلمتين يا باشا، لما تقول لي ايه هو ميزان العدل عندكم.
العدل هو تعدل بين الناس وتعدل بين لا يا زوجاتك باشا بالدليل وأهلك، يا باشا. فكيف طب ما أنتم هو انت تقولون عندك ميزان أن العدل، أهل انا البيت هم معلش فقط يعني معلش، أبنائه، واحده ولا واحده واحده تقولون أن زوجاته من أهل البيت؟ واحده 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 واحده. انت عندك ميزان العدل ممكن يختلف عن ميزان العدل عندي. ايه رايك؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عندنا لا يستطيع العدل في حب امراه عن امراه، ولكن يعدل بينهن مثلا في ايه؟ يعدل بينهن مثلا في الليالي، يعدل بينهن في كذا او كذا، حاجات اللي هي الماديه مثلا. لكن هل انت يعني لا تستطيع، أتكلم عن معلش هذا. يعني انت يعني تستطيع، عندك معلش في واحده واحده كلام اسالك سؤال، هل تقولون، انت اذا كنت في كلام متزوج تقولون اثنتان، اسمعني بس، اذا كنت انت متزوج اثنتان هل تستطيع ان تعدل بين الاثنين في الحب؟ صعب شوي. ها؟ لا صعب يعني تعديل بين يبقى انت مش الاثنين. عادل بقى يا حاج، يبقى انت مش عادل. يلا روح دور بقى في الكافي كده عن العدل وتعالى، اللي يدخل يستهبل عليا يستهبل على 10 شبهه. قالوا اتفضل. السلام عليكم. وعليك السلام. شيخ وليد، اللي يقول انهم اخطأوا في القرآن هل هذا يعتبر انه يؤمن بالتحريف؟ الذي يقول ايه يا حبيبي؟ الذي يقول انهم اخطأوا في القرآن هل هذا يعني اخطاء في انهم القرآن؟ ان موضوعنا هذا مش يؤمن القرآن بالتحريف؟ النهارده لو سمحت، موضوعنا في علم الغيب للأئمة. اتفضل. طيب اذا موضوعك من القرآن ليش طرحت هذا الموضوع لا على ده انا امير افتكرت القريشي، لما طلعت دخل لي هذا واحد الفيديو؟ بيقول لي حمير، فافتكرت على طول ان هو بيقول لك ان الشيعيه ان مغربيه تشيعت بسبب تحريف القران عند السنه والشيعه. ما شاء الله. هذا امير من يطرح هذا هكذا موضوع؟ هذا يزيد الاعتقاد على ان الصحابة هم ليسوا لا يا اهلا حبيبي، للخلافة، بيقول فقط بتحريف كان القران. هدفهم اميركم السلطة. بيقول بتحريف القران، يا اميركم بيقول بتحريف القران صراحه. عائشة صراحة تقول بتحريف يا القرآن. عم تفضل كفر خلاص، عائشة. والله لو عائشة تقول بتحريف القرآن فعائشة كافرة عندي لو قالت بتحريف القرآن. يلا انهيها بقى، اتفضل رد على أي السؤال يلا. هل أنت تكفر كل من قال لا، بتحريف القرآن؟ أنا كفر عائشة فقط. أنت تكفر عائشة؟ طب امشي يلا يا ابن نرجس، امشي يا ابن نرجس. أهم مش قلت لكم يا إخوانا يهود بيكلمونا، يهود بيكلمونا، يهود بيكلمونا، بيقول لك أنا كفر عائشة فقط. يهود بيكلمنا، يهود يا اخوانا، دول يهود صهاينه بمسوح شيعه، صهاينه بمسوح شيعه. بصوا لما فتحت موضوع حمار، لما فتحت موضوع الحمار داخلين يدافعوا عن الحمار لكن ما يهمهمش القرآن، داخلين يدافعوا عن الحمار لكن ما يهمهمش القرآن. السلام عليكم. وعليك السلام، اتفضل. ازيك يا استاذ وليد؟ والله بخير حال، في نعمه وفضل من الله. الله يخليك، انا بدي اكلمك بهدوء ورجاء لا تغلق الهاتف مثل كل مره. اتفضل. طيب عندنا سؤال، هل السيدة خديجة من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وما الدليل؟ بخصوص المناظره بينك وبين وعد اللامي. بخصوص المناظره بينك وبين وعد اللامي. يعني انت الم يكفيك انك تدافع عن عمر ضد رسول الله صلى الله عليه واله، بعدها تتهم علي بن ابي طالب انه يقول على النبي يهجر؟ طيب جميل قوي. طب علي بن ابي طالب كان موجود ولا ما كانش؟ معلش واحده واحده، خليك واحده واحده. انت سالت السؤال خلينا اجاوب. على علي بن ابي طالب. انت سالت السؤال خلينا اجاوب. سالت السؤال خلينا اجاوب. تفضل. حضرتك علي بن ابي طالب كان موجود ولا ما كانش موجود؟ بوم. اذا كان موجود انت تقول ما لم يقول. تقول لي اذا ومش اذا. انا سالتك سؤال مباشر تجاوبني انت جواب مباشر. علي بن ابي طالب كان يقول على موجود ولا ما كان موجود؟ موجود. الحمد لله. يبقى كذبت الحمار بتاعك ووعد اللامي، ادي اول حاجه. اول حاجه كذبت الحمار بتاعك. معلش لو سمحت، لو سمحت خلينا اكمل يا وليد يا اسماعيل. انت وخلينا اكمل، خلينا اكمل. انا ما شتمتك انت، خلينا اكمل، خلينا اكمل. يبقى اولا خليت وعد اللامي، معلش واحده. اولا خليت وعد حمار، تمام؟ انتوا قضيتكم هي عمر. اسمعني بس، انت بتقول قضيتنا ان عمر قال كذا 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 وما انتصرت للنبي، يعني معناه ان انت عايز تنتصر للنبي، صح؟
اي هذا جميل، يتجاوز حلو على قوي، رسول حلو الله. قوي. تسمع الله عز وتقول. وجل، يبقى انت جاي تنتصر للنبي ايا كان بقى، امام عمر، انتصر امام، للنبي. اسمعني بس، مش هيسمع خلاص، الشيعي مش هيسمع. تفضل. يبقى حضرتك كده تفضل، بالراحه تفضل، كده تفضل. وبهدوء، حضرتك بالراحه وهدوء، حضرتك جاي تنتصر للنبي صح؟ ايوه لازم انت هم تنتصر للنبي يا ماشي يا ماشي، شيخ احنا وليد. الاثنين هننتصر للنبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي، ما فيش مشكله. دلوقتي لما النبي صلى اي الله عليه وسلم قال ائتوني بكتاب، ائتوني بكتاب، يبقى المفروض الكلام موجه لجميع اللي موجودين قدامه صح؟ اي ابو بكر وعمر ماشي، وعثمان وكل الموجودين. وعلي كمان من ضمنهم. انت اختاريت علي من لا دونهم حول ليش وقلت انا بقول لك، انه يقول اسمع كلامي لو سمحت، ركز في كلامي. بقول لما النبي صلى الله عليه وسلم تفضل. قال ائتوني بكتاب، يبقى المفروض اللي قدامه يدوا له الكتاب صح؟ بس حيله بينه لا حول وبين ولا كتابه يا مثل ابني، ما وانا يقول سالتك في البخاري. حيله ولا ما حيله؟ خد كلامي للاخر. انتوا مو ليه انت خايفين من تريد تلف الكلام؟ وتدور حتى انتوا ليه تقتل خايفين الإمام من علي. انت الاسترسال في تريد الكلام؟ تلف وتدور. حضرتك معلش، انتوا ليه خايفين من الاسترسال يا في شيخ الكلام؟ وليد مش هحطك في فخ، انت انا تريد مش تلف هحطك في فخ، وتدور. انا عايزك تعقل بس، انا عايزك تعقل بس، تعقل، تمشي معايا كاننا قاعدين كده في كافيه تفضل. وبنناقش بعضنا. يبقى واحده واحده، يبقى احنا تفضل. وصلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الجلوس ان هم يدوه ايه؟ كتاب. مظبوط ولا مش مظبوط؟ اي خلاص كده. نعم. طيب واحد زي عمر قال ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع، ولكن التانيين برضه في نفس الوقت ما قدموش الكتاب. صحيح ولا يعني انه صحيح؟ التانيين ساكتين. معلش التانيين دلوقتي انا ساكتين. معلش، انت تقولهم ما لم يقولوا. انا ما كلمتك، انا ما قلتش يا شيخ حاجه، انا ما وليد. قلتش حاجه، انا بحكي فعل، بحكي واقع كانه قدامي دلوقتي، موجود قدامي فيلم دلوقتي وانا بحكيه. انت قلت ان النبي ارجع مش للمناظرة. هيسمع برضه ارجع. الشيعي، مش هيسمع، تفضل. خايف. تفضل. الان انا لا، بحكي مو الفيلم اللي خايف. قدامي، انا الان بحكي الفيلم اللي قدامي دلوقتي، قدامي بطل الفيلم يا سيدي، قال يا جماعه الخير ادوني كتاب اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي ابدا. تمام؟ فمن المفترض ان اللي موجودين قدامه يقولوا له اتفضل الكتاب. فقام واحد منهم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع، لكن في نفس الوقت اللي باقيين الموجودين ما قدموش الكتاب. ففي حديث تاني الا وهو انهم اختصموا، فمنهم من قال بقول عمر ومنهم من قال قدموا الكتاب. يبقى كده هم انقسموا الايه؟ انقسموا الفريقين. فريق قال بقول عمر والفريق الاخر قال قدموا له كتاب. السؤال بقى اللي بيطرح نفسه، كيف علي بن ابي طالب يكون من ضمن، مش هقول لك هو، يكون من ضمن الذين يكتبون؟ انت اتهمت علي بالمناظره. انت لو اتهمت سمحت، علي لو بن ابي سمحت طالب خلينا انه اكمل، قال لو سمحت القضية خلينا اليوم. اكمل، لو سمحت أنت خلينا اتهمت. اكمل، لو سمحت، لو سمحت خلينا تفضل. اكمل سؤالي. تفضل. يبقى كده كل تفضل. ما هتتكلم هعيد من الاول تاني، فما تخلينيش اعيد. يبقى دلوقتي هم انقسموا قسمين، قسم قال مثلما قال عمر، والقسم الاخر قال قدموا له كتاب، قدموا له كتاب. هنا بقى السؤال ان نفسي انا اعرف له اجابه وما لقيتلوش اجابه، لا عنده وعد ويا ريت الاقي له اجابه عندك. كيف اكون انا من ضمن الذين يكتبون للنبي صلى الله عليه وسلم وفي نفس الوقت اقول قدموا له كتاب؟ تتحل ازاي دي؟ انت فهمت سؤالي؟ فهمته؟ والله عيد سؤالك. اعيد عيد سؤالي. سؤالك. هم دلوقتي انقسموا لفريقين، فريق قال ايه؟ قال مثلما قال عمر، والفريق الاخر قال قدموا له كتاب، قدموا له كتاب. معنى الذين قالوا قدموا له كتاب يعني معناها ان هم ما بيعرفوش يكتبوا. ده كلام عقلي ولا مش كلام عقلي؟ يبقى الذين قالوا قدموا له كتاب ما بيعرفوش يكتبوا، والا لو هم بيعرفوا يكتبوا كان راحوا وقدموا له الكتاب وقعدوا كتبوا له. يبقى الذين قالوا قدموا له كتاب ما بيعرفوش يكتبوا. طب هل علي بقى في اي جانب؟ في الجانب الذي قال قدموا له كتاب؟ مش معقوله، لان علي بيكتب، فكيف علي يكتب ويقول قدموا له كتاب؟ يبقى اذا علي في فريق عمر. اتفضل يا شيخ وليد، اولا انت اتهمت الامام علي انه قال ان النبي لا يهجر، بعدين مو بس الامام علي هو كاتب للوحي. انت فهمت عندكم أبو سؤالي؟ بكر سؤال كاتب انا للوحي. سالتك سؤال، انت فهمت سؤالي؟ انت عليك انت فهمت سؤالي؟ حضرتك برضه هيروح لعمر. بص يا استاذ مشكلتنا معاك وانت تعرف ايه؟ مشكلتنا في الفهم مش في الحفظ. فالبغبغان بيحفظ لكن مش فاهم.
فما يا تبقاش ببغان يا بغبغان. ببغان، انا انت سالتك اتهمت علي سؤال، وعليك ان تاتي بالدليل. انا سالتك انت سؤال اتهمت الان امير يا المؤمنين استاذ. علي لو بن ابي سمحت لو طالب سمحت وعليك اهدى ان بس تاتي شويه كده، بالدليل اهدى شويه عشان انه نوصل قال لحل. ان والله النبي لا بجد انا عايز يهجر. اوصل لحل، انا عايز اوصل لحل. الان هم انقسموا ايه لفريقين، فريق قال مثلما قال عمر، والفريق الاخر قال قدموا له كتاب. فكيف علي بن ابي طالب يكون من ضمن الذين يكتبون للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول قدموا له كتاب؟ قدموا له كتاب ازاي بعد يقول صار قدموا له التخاصم، كتاب؟ اتفضل. لما صار التخاصم عند النبي والذين يرفعون اصواتهم عند رسول الله ان تحبط اعمالهم، طردهم النبي. يا عم وانا كلمتك طردهم تردد يا ابني؟ النبي افهم سؤالي يا حبيبي، يا حبيبي افهم سؤالي. بعد. لذلك انا بقول ان انتوا بغبغانات حافظين مش فاهمين. انا سؤالي يا ابني، سؤالي انت هكرره عيبك للمره انه الثالثه. تشتم، انت عيبك انه تشتم وببغانات يا وتعرف استاذ يا استاذ، طب انا انه اعمل ايه فيكم؟ اعمل ايه فيكم يعني؟ اجلني يعني مثلا؟ ما هو انتوا اللي بتعملوا كده. يا استاذ سؤالي واضح وصريح. الان هم انقسموا لفريقين وانت اتفقت معايا، انقسموا لفريقين. فريق قال قدموا له كتاب، والفريق الاخر قال مثلما قال عمر. اللي انا بقى عايز افهمه، وانت كراجل عربي المفروض ان انت عربي مسلم وبتفهم العربيه، كيف اكون انا بكتب واقول قدموا له كتاب؟ المفروض انا اللي اقدم الكتاب، ما اقولش قدموا له كتاب. اذا علي بن ابي طالب ليس في الفريق الذي قال قدموا له كتاب، هذا لانه يكتب. استنتاج، هذا اتفضل. استنتاج من عندك، عليك ان تاتي انت هذا استنتاج من عندك، وعليك ان تاتي بالدليل ان علي يقول ان النبي يهجر. انت تريد تدفعها عن عمر لا راس حول. الامام علي. برضه عمر، روح يا ابني، برضه عمر. يعني انتوا مشكلتكم في عمر. مش بقول لك انا انت جاي تنتصر للنبي ولا جاي في مشكلتك في عمر. انت مشكلتك في عمر، مش جاي تنتصر للنبي. والله انتوا ما جايين تنتصروا للنبي، انت جاي مشكلتك في عمر. فالبغبغان اللي في دماغك جاي عشان عمر، ولو سبتك شويه هتفضل عمر 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 زي البغبغان، عمر زي البغبغان. ما بلاش تهريج. هم هياخدوا المقطع دوت ويقول لك بص وليد بن اسماعيل بيعمل ايه. واقفين لوليد اسماعيل مش بيحل الاشكالات ولا الازمات بتاع وليد اسماعيل، واقفين لوليد اسماعيل على الحاجات اللي انا بعملها دي. خدوها بغبغانات. فالله المستعان، فالله المستعان. على فكره انت لازلت معايا، هتفضل بغبغان، هقفل عليك. هتتكلم معايا عدل، هنبقى ناس مثقفه كده والناس كلها بتسمعنا. الان سؤالي، كيف انقسموا وعلي بن ابي طالب يكون من الفريق الذي يقول قدموا له؟ كيف يكون هو من يكتب ويقول قدموا له؟ كيف يكتب هو ويقول قدموا له؟ قدموا له، المفروض هو اللي يقدم، ما يقولش قدموا له. اذا علي في فريق عمر. اتفضل بقى ادفعها انت بقى ازاي؟ اتفضل. يا شيخ وليد، اوليس عندكم ابو بكر وعثمان وعمر وكثير من الصحابه كانوا يكتبون لرسول الله؟ ألم يكن معاويه كاتب الوحي؟ لا حول ليش ولا تجيبها قوة بس إلا بالله. الامام علي وتقول كاتب؟ يا استاذ، ليش تجيب بس يا الامام علي استاذ، وتقول كاتب؟ يا استاذ، يستحيل واحد يكون بيكتب من الجلوس، يستحيل واحد يكون بيكتب من الجلوس ويقول قدموا. ازاي انت راجل بتكتب وتقول قدموا؟ المفروض انت اللي بتتقدم، مش تقول قدموا له كتاب. المفروض انت اللي بتتقدم عشان تكتب للنبي صلى الله عليه وسلم. هل انا كلامي عربي ولا كلامي ايه بالظبط؟ انت واحد بتكتب، يبقى المفروض انت اللي بتقدم ولا تقول قدموا له كتاب؟ مش المفروض انت اللي بتكتب؟ ازاي انت بتكتب وتقول قدموا له كتاب؟ هي دي الاشكاليه. اتفضل يا شيخ وليد، انت تريد تدفعها هذا الرجل تجاوز عن رسول على رسول الله. خلاص انتوا بص بيجي لكم حساسيه، معلش بيجي لكم حساسيه وهرش. مو حساسيه، لا بيجي لكم حساسيه كل ما نتكلم علي بن ابي طالب بيجي لكم حساسيه. خلاص تركنا علي بن ابي طالب، تركنا علي بن ابي طالب، خلاص تركنا علي بن ابي طالب اهو عشان تريح نفسك. لا انت بس بالمناظره. لا تركنا علي بن ابي طالب بالمناظره يا شيخ وليد. يا عم تركناه يا عم. المكان اللي بيجي لك منه حساسيه هتركه. اسمعني، مش انت جاي تنتصر للنبي؟ انت اتهمت يا عم اسمعني بس، ما انا اتهمت برضه جاي تدافع عن علي. انت مش جاي، والله انت ما جاي تدافع عن النبي، انت جاي تدافع عن علي. اقسم بالله انت جاي تدافع عن علي، وشيطانك بيصور لك ان انت بتدافع عن النبي. انت مش انت يا استاذ، يا استاذ انت مش جاي تدافع عن النبي. طيب دافع عن النبي يا سيدي. النبي دلوقتي اسمعني، النبي دلوقتي خاف من عمر. اسمعني بس، النبي خاف من عمر، النبي خاف من عمر فما كتبش الكتاب، وخالف قوله تعالى يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته. ازاي النبي بتاعكم خاف من عمر؟ اتفضل.
مو خاف من عمر. يعني ازاي الامام علي يدري انه الرسول صلى الله عليه واله راح يكتب الولايه لعلي؟ شلون الامام علي يجي يقدم الكتاب والنبي بص اقول له يكتب هذا النبي يا الكتاب؟ ابني انا خلاص مو تركنا عندكم علي دلوقتي. انا دلوقتي بطرح عليك سؤال تاني. الله عز وجل في كتاب العزيز يقول إيه؟ يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل هاي فما الآية بلغت لها رسالته مكان. والله هاي الآية يعصمك لها من مكان. الناس. اسمعني بس اسمعني. فلماذا حبيبي نبيك خاف من يا أستاذ، عمر هاي وما الآية لها كتبش الكتاب؟ مكان. اتفضل. هاي الآية إلها مكانها. يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، إلها مكانها وإلها رفعتها وإلها حدثها. ليش تجي لا تحطها يا بهذا سيدي، المكان؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني يا رسول الله لا بلغ لا، ما ليش أنزل إليك من ربك. الله عز وجل يقول مش هنقعد نهرج في دين الله، مش هنقعد نهرج. بلغ ما ده أنزل دين. إليك من ربك. يا أيها الرسول الآية وإلها مكان. يا أيها بلغ الرسول ما أنزل بلغ إليك ما من أنزل ربك. إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله فما يعصمك بلغت من الناس. رسالته. وعمر من أخوك شيء الناس. معلش عظيم. واحدة. وعمر من الناس. فكيف النبي بتاعكم خاف من عمر؟ لأن ده فهمك أنت. خاف من عمر ولم يكتب الكتاب. هاي اتفضل. الآية يا شيخ وليد، أنت هاي الآية وظفتها لنفسك، جبتها وحطيتها بهذا المكان وهي مو هذا مكان. يعني معلش، يعني مكانها هي فين مو هذا حضرتك؟ مكانها. يعني المكانها فين حضرتك؟ طيب قول لي مكانها في فين؟ غدير خم. مكانها في غدير خم. مكانها في غدير. هذه يعني هي الآية نازله خاصة فقط في بغدير غدير خم. خم. معلش، يعني انت هي نازله فقط في غدير خم. إلها مكانها يا شيخ وليد. أنت جاي توظف الآيات لجنابك. جميل. واحده. أنت جاي بتقول توظف واحده الآيات بس. لمصلحتك. واحده. هي الايه حضرتك انت اللي بتقول نازله في غدير خم دي في سوره ايه؟ ما أدري سورة إيه. يا أيها النبي بلغ يا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. في سوره المائده الايه 67. في سوره المائده الايه 67. ماشي؟ صح؟ جيد. طيب جيد. جميل قوي. نعم. يعني انت بص، احنا كده بعدنا عن الحوار، لكن انا هبين لك ان انت مش فاهم حاجه. خلاص احنا بعدنا عن الحوار اهو. أنا مش فاهم دخلنا حاجة. في الايه. معلش حاجة. انا بحب امشي مع الشيعي. يبقى احنا بعدنا عن الحوار ومسكنا الايه، عايزين نعرف نزلت فين ونزلت ليه. خلاص جميل، مفيش مشكله، انا ما عنديش مشكله. فاضلكم الايه ديت 67 من سوره المائده. الآية اللي بتقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة، اللي هي آية الولاية، فين موجودة؟ في سورة إيه؟ ما أدري بسورة إيه، بس هاي أنت في سورة شاهدك المائدة الآية. برضه. في سورة المائدة. إيه. الآية 55 في سورة المائدة. طيب آية الولاية دي مش معناها أن النبي يبلغ بالولاية؟ بلغ بالولاية، بس هنا التبليغ. واحدة وخليك بس واحدة معايا. ألست أولى بالمؤمنين من يا عم أنا ما كلمتك ألست أولى بقى. أنا ما كلمتك دلوقتي. الآية 55 لما خطب يا أستاذ اسمعني بس عشان تفهم أنا عايز إيه. افهمني عشان تعرف أنا عايز إيه. الآية 55 تقول إنما وليكم الله، اللي هي بتقولوا عليها آية الولاية. أن النبي ولى علي بن أبي طالب بآية الولاية اللي هي بتاعت الخاتم. افتكرتها؟ بتاعت الخاتم. نعم. نعم. جميل أوي، الحمد لله. يعني معناها النبي بلغ بولاية علي بالآية دي. كل آية أنت تعرف يا شيخ وليد. يا عم جاوبني على قدي لو سمحت. أنا فهمي على قدي لو سمحت. جاوبني على قدي. الآن آية الولاية يعني معناها أن النبي يبلغ بالولاية أم لم يبلغ؟ بلغ. جميل بلغ بالولاية من يوم الدار. جميل أوي. جميل. يبقى النبي بلغ. يبقى النبي بلغ يكون أخي ووصي. يا عم أنت بتحكي كتير ليه؟ يبقى النبي بلغ في الآية 55. كيف النبي بلغ في الآية 55 فتأتي الآية 67 من نفس السورة وتقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته؟ فكيف يقول وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والنبي قد بلغ؟ هاي الآية نزلت بعد 23 سنة من نزول القرآن. لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف يكون النبي بلغ والله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له، الله يقول للنبي بلغ وإن لم تبلغ فما بلغت رسالته؟ إزاي ما بلغ رسالته وهو لسه مبلغ في الآية 55 من سورة المائدة؟ اتفضل. إثبات الشيء لا ينفي ما عداه. إثبات الشيء لما نثبت غدير خم لا ينفي انه يا ابني انا ما كلمتكش في غدير خم، انا بكلمك في الايات عشان بس تبقى واضحه قدام الناس، عشان تبقى واضحه قدام الناس. واحده ما تلوكش كتير. واحده خليك دلوقتي بس ما تلوكش كتير. هنكتب سوره المائده
عشان بس الناس تنتبه معايا يا اخوانا. هنروح للآية 55. الآية 55. الآية 55. الآية دي يا اخوانا، إنما وليكم الله، طبعا هم اقتطعوها من السياق ولكن ماشي. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هو هنا بيقول لك دي آية الولاية، يبقى كده النبي بلغ. الآية 55 من سورة المائدة، يبقى كده النبي بلغ. جميل أوي. طب نروح للآية 67. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. طب ما هو لسه مبلغ، أهو لسه مبلغ، مع إن برضه قطعوها من السياق بتاعها، لكن ماليش دعوه بالسياق، ما فيش مشكله. يبقى ازاي النبي بلغ في الايه 55 والله عز وجل يحذر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته. ازاي؟ شلون؟ اتفضل بقى. شلون؟ اي يا شيخ وليد، لما بلغ آية الولاية إنما وليكم الله ورسوله لم يبلغها بشكل عام. يا عم يبقى بلغ، إنما في يبقى المسجد بلغ، فقط، مو عموم الناس، يبقى بلغ يا استاذ، يبقى بلغ، مو لعموم الناس يا باشا. الآية ما فيهاش للعموم ولا الخصوص، هي بتقول له بلغ، ما قالت له بلغ كل الناس وما قالت له الكلام ده كله. انطيني مجال اتكلم. فضل. لما رجعوا من حجة الوداع، الو اتفضل احشي، اتفضل. لما رجعوا من اخر حجة حجها رسول الله صلى الله عليه واله، وصلوا الى غدير خم وكان الجو حارا. يا عم انت هتحكي لي قصة حياتك، يا عم انت هتحكي لي قصة حياتك، برضه حافظين يا ابني، برضه حافظين، والله حافظين برضه، ومش هتجاوب على السؤال، وهتفضل تلف وتدور، وتحكي لي قصة حياتك، وفي عز الحر وقفهم وفي مش عارف ايه، وانتوا ولا عارفين هي كانت في الشتاء، ولا عارفين انها كانت في الصيف، ولا عارفين يعني ايه غدير خم، ويعني ايه واقف في مكان استراحة، ولا عارفين اي حاجة من دي. انت هتحكي لي قصة حياتك. أنا سؤالي الواضح الصريح، كيف في الآية 55 قد بلغ بولاية عليه كما تدعون، وفي الآية 67 يحذر ويقول له بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. اتفضل. وأنا قلت لك النبي صلى الله عليه وآله بلغ الناس أكثر من مرة مرارا وتكرارا، لأنه التكرار يفيد الشطار. يا أيها الرسول بلغ وإن لم تفعل فما بلغت. طب ما هو فعل يا رسول الله، يعني ينفع؟ اسمعني بس، أنا هفهمك أحسن بدل البغبغة دي، هفهمك أحسن. هل ينفع النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ لنا سورة الإخلاص مثلا، أو سورة الفاتحة اللي هي سورة الحمد عندكم، سورة الفاتحة أهو النبي بلغها، هل ينفع بعد كده الله عز وجل يقول للنبي إن لم تبلغ سورة الفاتحة أو سورة الحمد فما بلغت؟ ينفع ولا ما ينفع عقلا كده؟ إن لم تبلغ سورة الحمد فما بلغت. طب ما النبي هيرد على ربنا ويقول له يا رب ما أنا بلغت، يا رب ما أنا بلغتها، يا رب ما أنا بلغتها. والآية ما فيهاش بقى زيد التبليغ أو بلغ مرة تانية أو بلغ مرة تالتة. تمام؟ طيب جميل. بص بلد البغبغة أنا زهقت منها. بص يا أخوانا هنا بالله عليكم، بصوا هنا في الآية ديت اللي هم بيقولوا نزلت في غدير خم. لاحظوا يا أخوانا، لاحظوا الآية 66 ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يا أيها الرسول، نرجع للآية 66 نقول إيه؟ ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم. ركزوا يا إخوان، وما أنزل إليهم، ركزوا، وما أنزل إليهم. تمام. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، يبقى فيها برضو إيه؟ هنا أنزل إليهم وهنا أنزل إليك. جميل. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم، وما أنزل إليكم. يبقى الكلام على إيه يا أخوانا؟ على التوراة والإنجيل والقرآن، التوراة والإنجيل والقرآن. يبقى سياق الآية أساسا مش في علي بن أبي طالب، مش في علي بن أبي طالب أساسا. طيب تعالوا نروح هنا يا أخوانا. لو افترضنا إن الآية دي زي ما هم بيقول الشيعة نازلة في غدير خم، نازلة في غدير خم،
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. يبقى الكلام كده عن مين يا أخوانا؟ يبقى الكلام عن القوم الكافرين. الكلام عن القوم الكافرين يا شيعة، الكلام عن القوم الكافرين. طيب القوم الكافرين هنا تليق بأصحاب التوراة والإنجيل تمام، ولا تليق بالصحابة؟ ازاي بقى جت كده؟ ازاي الجملة دي جت في سياق مخاطبة الصحابة؟ ازاي الجملة دي جت في خطاب الصحابة؟ ازاي؟ اشلون؟ نفسي افهمها. اشلونات كمان، مش اشلون واحدة، عربية اشلون. يبقى اذا كانت الآية دي تتكلم على ان النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن ينصب عليه في غدير خم، فلماذا جاءت إن الله لا يهدي القوم الكافرين؟ إشلون دي إزاي؟ طيب نروح تاني، نروح للآية 68. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم. لاحظوا يا إخوانا، أنزل إليك وأنزل إليكم، وفوق هنا أنزل إليهم. غريب أوي التشابه ده، صح؟ غريب أوي التشابه ده، سبحان الله، غريب أوي. طيب جميل يا اخوان، هنا الآية بتقول إيه؟ إن الله لا يهدي القوم الكافرين. طب ننزل تحت كده، فلا تأس على القوم إيه؟ الكافرين. فلا تأس. الله 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 الله، هنا قوم كافرين وهنا قوم كافرين. طب إزاي دي في غدير خم وإزاي دي في أهل الكتاب؟ طيب جميل أوي. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. أنزل إليك من ربك يعني معناه قرآن. أنزل إليك من ربك يعني معناها قرآن، معناها قرآن. طب اثبت لنا يا وليد، اثبت لك ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم. اثبت تاني يا وليد، قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم. طيب جميل أوي. طب أنزل يعني لو افترضنا أن دي في علي بن أبي طالب، يبقى لابد أن يكون في علي بن أبي طالب قرآن، فلا بد أن يكون في علي بن أبي طالب قرآن. مظبوط ولا مش مظبوط؟ يعني لابد أن يكون في علي بن أبي طالب قرآن. فين بقى القرآن اللي ربنا نزله في الآية دي على علي بن أبي طالب، أو في شأن علي بن أبي طالب، أو في إمامة علي بن أبي طالب؟ بخ، مفيش. طب تعالوا يا إخواننا، أنا عايزكم تركزوا بقى في النقطة دي أوي. ركزوا في النقطة دي أوي 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 أوي. تمام؟ أولا الشيعة لو قرأوا سياق الآيات والله ما في شيعي ده لو بيفهم يعني، والله لو ركزوا في سياق الآيات هيقولوا أساسا يستحيل إن دي تكون نازلة في علي بن أبي طالب. تمام؟ ولكن تعالوا ركزوا يا إخوانا هنا، معلش. إن الله لا يهدي القوم الكافرين. إحنا قلنا إيه؟ إزاي إن الله لا يهدي القوم الكافرين تأتي في خطاب سياق، وبعدين يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. طيب يجي لك شيعي ويقول لك إيه؟ أصل هم لو لم يؤمنوا بولاية علي بن أبي طالب ولم يستجيبوا لعلي بن أبي طالب أصبحوا من القوم الكافرين. أصبحوا من القوم الكافرين. ما أنت تلاقي شطحات، أنت هتلاقي شطحات في الشيعة، شطحات في الشيعة. يجي لك شيعي يقول لك إيه؟ لأنهم لم يؤمنوا بولاية علي بن أبي طالب أو لم يبايعوا علي بن أبي طالب أصبحوا من القوم الكافرين بنص الآية. نقول لهم جميل، إذن علي بن أبي طالب ترك بيضة الإسلام لغير المسلمين. وضحت؟ يبقى إذن عندكم علي بن أبي طالب ترك بيضة الإسلام لغير المسلمين. صحيح لو لا؟ صحيح ولا لا؟ مش هم في الآية يا إما الخطاب مش في الصحابة أساسا، والآية مش في الصحابة ولا في غدير خم وضحكوا عليكم؟ ولو هي زي ما أنتم مقتنعين كده إنها في غدير خم، فكيف يخاطب الصحابة بإن الله لا يهدي القوم الكافرين بغض النظر عن سياق الآيات؟ ولكن السؤال، طب هم لم يؤمنوا بولاية علي بن أبي طالب، إذا بنص الآية اللي أنتم بتقولوا في غدير خم هم أصبحوا كافرين، فكيف بايع الكافرين؟ إشلون؟ كيف ترك بيضة الإسلام للكافرين؟ إشلون؟ وإشلون كافر يحارب مرتد كافر؟ إشلون؟ حزمة أشلونات، شوال أشلونات. الله أكبر.
الو السلام عليكم، كيف حالك يا وليد؟ وعليك السلام، اتفضل. ممكن اشارك؟ ممكن، اتفضل. بارك الله فيك. طبعا عندي سؤال. لا احنا عندنا أنا سؤال. احنا اللي أوكي، عندنا ماشي، سؤال. تفضل. اتفضل، السؤال موجود. نعم. وانت سمعته اكيد يعني. اتفضل. عن الامام المهدي. ايوه، ما هو السبب الحقيقي لاختفاء مهدي الشيعة؟ شوف، اذا قصدك الامام محمد بن الحسن العسكري اللي هو مولود من 1200 ولا 1300 سنه، فسبب اختفائه الان غالبا انه يكون يعني ميت الراجل. يعني انت في القصة دي مش شيعي، انت في القصة دي سني. نعم. في القصة دي سني، ما انت بتنام على الجنب اللي يريحك، يعني اللي يعجبك هنا تاخده واللي يعجبك هنا تاخده. انا سني شيخ وليد، ولكن انا شيعي بعرف المتقدمين، يعني زي ما قالوا عن ما احنا مش عايزين فلفسة. انا ما بحبش الفلفسة دي. الفلفسة دي بتتعبني نفسيا، مش فلسفة، فلفسة. طيب انا بتتعبني نفسيا. ممكن اعطيك سؤال؟ والله انا في سؤال بتعبني نفسيا، ممكن تجاوب عليه؟ انت في سؤال تعبك نفسيا؟ طب اتفضل. نعم. نشوف ايه اللي تعبك نفسيا. انا سامعك في التكبيرات او التكبيرات اللي شغلتها بيصلوا على آل سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وازواج سيدنا محمد. هل مثل هذه الصلاة جائزة في الصلاة؟ يعني في الصلاة الإبراهيمية مثلا أحط أصحاب سيدنا محمد وأزواج سيدنا محمد؟ والله هي ما فيهاش أي مشكلة. ليه بقى ما فيهاش أي مشكلة؟ لأن أصلا صيغة الصلاة هي دعاء اللهم صل. يعني نعم. الله لما نقول إيه اللهم صل على محمد، ما معنى اللهم صل على محمد؟ قول لي ما معناه. أنت قول لي ما معناه. أنا أقول لك، ما أنا اللي بسأل. معناه إيه؟ أنا اللي بسأل. لا أنا عايز معناها منك أنت. أنا بسألك يعني إيه معنى اللهم صل على محمد، يعني إيه؟ ما أعرفش والله. ما تعرف؟ صراحة والله ما تعرف. لا أنت مش بتضحك، أنت ما تعرفش فعلا. لا أنا فعلا ما بعرفش. سبحان الله. يعني أنت كل شوية تقول اللهم صل على محمد وآل محمد وما تعرفش يعني إيه اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه الألفاظ توقيفية يا شيخ. يعني إذا أنت ذكرت الصحب والزوجات سيدنا محمد لا 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 لا. خلينا الأول. فهذا مبطل الصلاة. والله ما تعرف أنت، والله فعلا ما تعرف. يعني أنت مش بتضحك عليا. يعني أنت لما تصلي شيخ وليد بتذكر أصحاب سيدنا محمد وزوجات سيدنا محمد؟ اسمعني في الصلاة الإبراهيمية. اسمعني واحدة. الحمد لله الراجل أقر إن هو ما يعرفش، وفعلا هو ما يعرفش، مش بيضحك، هو فعلا ما يعرفش. يعني هو طول عمره بيقول اللهم صل على محمد وعلى محمد وما يعرفش. أنا أقول لك، أنا أولا الصلاة دعاء، تمام؟ والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدح في الملأ الأعلى. يعني أنا عندما نقول اللهم صل على محمد وكأننا نقول اللهم اذكر محمد في الملأ الأعلى بالذكر الحسن والثناء الحسن. دي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. نتخذهم وسيلة. واحدة. لا هي مال الوسيلة، ما دخل الوسيلة دلوقتي. تمام. فأنت لما تيجي تقول مثلا اللهم صل، اسمعني بس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، لا مش هيسمع خلاص. هو عايز يلغوش على انه مش عارف اساسا يعني ايه اللهم صل على محمد. تخيلوا واحد شيعي مش عارف يعني. والله على فكرة مش انت بس، يمكن انا غششت الشيعة دلوقتي. والله لو ادخل الشيعة في نفس واحد والله العظيم ما بين 99 ما يعرف الا واحد منهم بس يعني ايه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. ولكن انا غششتهم دلوقتي، فكله هيطلع يقول لك الثناء الحسن ليس في الصلاه الركوع والسجود. ولكن هنا انا لما بقول ايه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى صحب محمد، انا هنا بطلب من الله، اي بدعو الله ان يصلي عليهم. فصيغه الدعاء ما فيهاش اي مشكله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ايه اللهم صل على ابن ابي اوفى. نعم. يعني بيطلب من الله عز وجل أن يصلي على عبد من عباده، أي ذكره في الملأ الأعلى. ذكره في الملأ الأعلى.
ايوه. فكون ان انا اقول يعني مثلا اقول ايه، اللهم صل على مثلا خليل، ما فيهاش اي مشكله. لا انا ما بقولش انه في مشكله في اللفظ، انا بتكلم عن الصلاه. يعني انت بتصلي صلاه الفرض مثلا، انت بتصلي صلاه الظهر ولا صلاه العصر، وانت قعدت عن التشهد في لا التشهد هنا ده الابراهيمي، دعاء، ده ينفع؟ دعاء يا استاذ، ده دعاء، ده دعاء. لكن هل انا لو انا قلت في الصلاه نفسها اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم، اللهم بارك على محمد كما باركت على ابراهيم، اللهم صل على محمد وعلى الصحابه، صلاتي باطله. لا صلاتي بس هي في باطله. الصلاه انت بتقول اللهم صل صلاتي على محمد باطله. ليه؟ وال لان محمد. انا ادخلت في الصلاه ما ليس فيها. لكن انا احسنت. خارج الصلاه طيب لما اقول مثلا ايه، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى زوجات محمد وعلى ابناء محمد وعلى فاطمه وعلى فلان وعلى فلان، بطلب لهم من الله عز وجل، ايوه. اي بطلب من الله عز وجل ذكرهم في الملأ الاعلى. وضحت؟ طب انا طيب بقى طيب واحده شيخ واحده وليد. بقى، واحده نيجي ايوه. للصلاه الابراهيميه. نعم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. كلمه نعم. كلمه في الصلاه يعني ايه؟ معروف يعني اللي يعرفش او الآل يعني هم المقرب الذريه. الآل على فكرة الأتباع، أي كل من صار على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. طب أنت عرفت منين يا وليد؟ عرفتها من آل إبراهيم. طيب يعني الاصحاب مشمولين في الآل اصلا، ما فيش داعي تدخلهم بص أنا مش لفظا هقول لان لك هم الأصحاب مشمولين، كل من اتبع النبي وصار على نهج النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من الآل. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أدخلوا آل فرعون. ما معنى آل فرعون؟ يعني جماعته الذين ساروا على نهج فرعون. صح؟ طيب إيه تاني عندك بقى؟ دلوقتي ايه الحكمه في ذكر آل محمد في الصلاه وما ذكرنا الازواج والاصحاب؟ يعني هل هم مشمولين في الآل؟ انا ده اللي عايز افهم. هو كلمة الآل مشمول فيها الأزواج وكل من سار على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلمة الآل أشمل، كلمة الآل أشمل وأعم من كلمة الأهل. أحسن. طيب هي بتشمل الأصحاب أصلا. لا وهو احنا يعني قلنا، ما احنا قلنا يا أستاذ احنا لا نحجر واسعا. كلمة الآل تشمل الأتباع، أي كل من تبع النبي صلى الله عليه وسلم وسار على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. طيب خلاص هو بس انت تعرف ان في احاديث اساسا بتفرق كمان، يعني كلمة الآل والأزواج والذرية، تعرف؟ أنا عارف. دي موجودة في صحيح مسلم وموجودة في صحيح البخاري وموجودة في مسند الإمام أحمد وممكن موجودة في الترمذي وموجودة. لا بس يا فندم دي عبارة عن تحريف كان. يعني شوف هم اسمع يا أستاذ بص يا أستاذ هم لما ذكروا هذه الرواية ما عجبهمش انهم يقولوا آل محمد. يا أستاذ قالوا أزواج وذرية محمد. يا أستاذ والدليل كما صليت على آل إبراهيم، يعني لآل إبراهيم ما فيش مشكلة، أما آل محمد عندهم مشكلة مع اللفظ. واحدة. كلمة آل تشمل الزوجات وتشمل الأتباع ولا ما تشملها؟ تشملها. بس خلاص بقى، يبقى ازاي زورنا وحطينا لما تشمل الزوجات وتشمل الأتباع؟ سبحان الله، يعني سبحان الله، يقول الكلمة وبعدين يرجع فيها تاني. وبعدين احنا معلش يعني احنا هنزور ايه يا ابني؟ يعني احنا هنزور ايه؟ يعني كفى بالله عز وجل عندما يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وفاطمة أمهاتهم. تخيل لو فاطمة أمهاتهم كده، أو بدلت فاطمة بأمهاتهم، كان زمانكم دلوقتي طالعين بها السماء السابعة، كان زمانكم دلوقتي مركبين لها أجنحة ملائكية وبترفرف في السماء. فاحنا يكفينا بفضل الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. لو أنا سألتك معلش واحدة، أنا بقول لك أصلا إن هم مش محتاجين إن هم يزوروا، يعني هم مش محتاجين إن هم يزوروا. واحدة. طيب
اقول لك ليه. انا حسالك سؤال. لا 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 ما تسالنيش، انا الدور عليا ان انا اسال، الدور عليا انا اسال. لا 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 احنا والله حطينا والله روايه أبداً. والله ابدا والله ابدا، حلفت خلاص اقسمت. تفضل. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. هم الضمير ده عائد على مين؟ على المؤمنين. المؤمنين دي تشمل رجال ونساء ولا لا؟ نعم تشمل الرجال جميل والنساء طبعا. وازواجه امهاتهم. هم الضمير ده عائد على مين؟ على المؤمنين. المؤمنين اللي هم ايه؟ المؤمنين اللي هم ايه؟ نساء ورجال، صح؟ نعم. جميل أوي، الحمد لله رب العالمين. يعني أم المؤمنين أم للرجال وأم للنساء. طب يا وليد يا إسماعيل، ده عندكم حديث يقول عندما ذهبت امرأة قالت أنا أم رجالكم وليس نسائكم، حديث ضعيف وإن صححه البعض بس ضعيف. نعم تمام. الآن طب لا والله ما سيبك في الموضوع ده لحد ما انهيه. سؤال: إذا مات علي بن أبي طالب، معلش إذا مات علي بن أبي طالب عن فاطمة، هل جاز لفاطمة أن تتزوج غيره؟ نعم جاز. يعني جاز ان واحد يطلع على فاطمه رضي الله عنه وارضاها رضي الله عن علي؟ كيف؟ يعني جاز ان واحد يطلع على فاطمه غير علي؟ كيف يعني يطلع؟ ما فهمت. يطلع يعني يتجوزها. نعم. جميل. طيب عائشه لو طلقت من النبي صلى الله عليه وسلم او رملت من النبي صلى الله عليه وسلم، جاز لها ان تتزوج؟ لم يجوز لها. ليه لم يجوز لها؟ لأن هناك نهي. يعني ما طلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يجز الله عز وجل أحد أن يطلع عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم صح؟ يبقى دي فضيلة بالضبط للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وحفظ طبعا لجسد أم المؤمنين عائشة. نعم. طيب أين الحفظ؟ أين هذا الحفظ الفاطمة؟ أنا مش عارف أنت يعني مش فاهم. لا أنا بكلمك على المميزات، بكلمك على المميزات اللي في القرآن الكريم. ترى هو مش طيب منافسة بين واحدة بس، احنا كده خلصنا آيتين. معلش أنا مش عايزك تتلجلج، يعني أنا مش عايزك تتلجلج. أليس الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسمعني بس، اسمعني. آخر حاجة والله آخر سؤال، والله آخر سؤال وهي آية. تفضل. أليس الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدل نسائه؟ ولا أن تبدل بهن، صح؟ نعم. يعني نعم. يا رسول الله ما ينفعش إن أنت تبدل نسوانك، صح؟ صحيح. يعني ما ينفعش إن هو يطلق واحدة، صح؟ صحيح. جميل أوي. طيب علي بن أبي طالب هل جاز له أن يطلق فاطمة؟ طبعا جائز. طيب ثلاث فضائل في القرآن. اسمعني بس، ثلاث فضائل، اسمعني بس الله يبارك فيك. ثلاث فضائل لأمهات يا أستاذ ثلاث فضائل اهو. ثلاث فضائل لأمهات المؤمنين ليسوا موجودات في فاطمة رضي الله عنها وارضاها في القرآن الكريم. طيب. بنص القرآن الكريم. اتفضل. طيب أحسنت. طيب بارك الله فيك. الآن ممكن أنا أطرح الشبهة حول الرواية اللي أنت ذكرتها. لا أنا ما كلمتك، أنت بتقول لي هم زادوا زوجات وزادوا الأبناء. أنا ما كلمت على زيادة، زودوا لي يا ابني. افهم، ما أنت لو فهمت أنا قصدي إيه يا ابني الله يهديك. أنت لو فهمت أنا ماذا أقصد مش هتتكلم. لأن بمعنى إيه؟ إن أم المؤمنين عائشة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم لسنا بحاجة أساسا للحديث دوت، لأنهن مزكيات في القرآن الكريم. لو حد اتكلم عنهم اتفضل يعني اتفضل آخر حاجة ليك. طب اتفضل يلا اتفضل. طيب أنت طرحت رواية تقول بعدما نزلت الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ذهب الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا له يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. واضح؟ فالصلاة على النبي تشمل الآل. طيب
الان انتم مش وقالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك. انت الصوت بعد ليه؟ الصوت بعد، الصوت بعد. عليه واله وسلم قال قولوا اللهم صل على الصوت بعد الصوت بعد، قرب صوتك تاني، الصوت بعد. على النبي تشمل الآل. طيب الان انتم مش هو ده ايه اللي حصل؟ قد علمنا كيف نسلم عليك. انت الصوت بعد ايه ده؟ لا استنى، ده حاجات دخلت على بعضها. الصوت بعد الصوت بعد، قرب صوتك تاني، الصوت ايه ده اللي بيحصل؟ تشمل الآل. طيب الان واحده. الاتصالات دخلت في بعضها. بص انا فهمت انت عايز توصل لايه. عندما ذهب الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا كيف نصلي عليك، هم ما قالوا كيف نصلي عليك في الصلاه، ما قالوا كيف نصلي عليك في الصلاه، هم قالوا كيف نصلي عليك بصفه عامه. لما نزلت الايه دي فقال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد، تمام، وازواج محمد وابناء محمد كمان، ولا تزعل يا سيدي. يبقى في صلاة داخل الصلاة وفي صلاة خارج الصلاة. يبقى اللي انت حضرتك بنتكلم عليها دي خارج الصلاة وليست داخل الصلاة. يا رب اهدي الشيعة.